غير مبرر، سخونة مفاجئة، توتر بدون سبب، ده مش ضعف ولا مرض، ده جسمك بيعدي بمرحلة اسمها البيريمينوبوز أو مرحلة ما قبل انقطاع الطمس. كتير من الستات بيعدوا بتغيرات غريبة من غير ما حد يشرح لهم اللي بيحصل، وللأسف ممكن يتوجهوا لطبيب غير مختص وياخدوا أدوية اكتئاب مثلا أو مسكنات ملهاش لازمة ومش هتحل مشكلتهم. النهاردة هنتكلم ببساطة عن البيريمينوبوز والمينوبوز من غير تهويل ومن غير مصطلحات معقدة. والحقيقة هو موضوع مهم جدا لكل البنات والسيدات من أول منتصف الثلاثينات فما فوق، وما تستغربيش هنعرف ليه دلوقتي. طبعا الكلام مش موجه للسيدات بس، لأن الست دي ممكن تكون والدتك أو أختك أو زوجتك، فتخيل واحدة من دول عندها مشكلة أكيد بتأثر على صحتها البدنية والنفسية وأنشطتها الاجتماعية، يبقى البيت هيبقى شكله إيه؟ دي محتاجة نفهمها ونساعدها عشان تعدي المرحلة دي بسلام وتوصل لسن الأمل وهي في أحسن حال إن شاء الله. أولا البيريمينوبوز هي المرحلة الانتقالية قبل انقطاع الطمس، وبتبدأ بدري في منتصف الثلاثينات لأنها ممكن تمتد لحد 10 سنوات قبل انقطاع الدورة نهائيا، وساعتها بنسمي المرحلة دي بالإيرلي بيريمينوبوز، وأثناءها بتكون الدورة منتظمة عادي جدا، بس الأعراض اللي هنتكلم عنها حالا بتبدأ، وهي اللي بتعمل لنا كونفليكت وكونفيوجن، واللي ممكن حتى الطبيب للأسف ما يوصلش لتشخيصها الصحيح، لأنه هيسأل عن انتظام الدورة ويستبعد أعراض المينوبوز. وده مش عندنا احنا بس، ولا لأن الطبيب مش شاطر، ده مشكلة قائمة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مناهج كليات الطب مش بتهتم بالجزئية دي اللي المفروض تدرس باستفاضة لكل التخصصات الطبية مش بس طبيب النساء. اللي بيحصل فيها هو تذبذب في الهرمونات مش توقف مفاجئ للدورة. أما مرحلة الليت بيريمينوبوز أو البريمينوبوز فهي اللي بتسبق مرحلة المينوبوز بسنة تقريبا، ويبدأ فيها عدم انتظام الدورة الشهرية اللي ممكن تبدأ تفوت شهر أو شهرين وتيجي بكميات أقل أو أيام أقل من المعتاد، وده طبيعي جدا، وممكن يحصل العكس عند بعض السيدات، تيجي أتقل وعلى فترات متقاربة، وده ممكن يكون طبيعي، بس هنا هنلجأ لطبيب النساء المختص ونعمل سونار عشان نطمن إن مفيش سبب تاني للنزيف اللي قد يكون بسبب تليفات حميدة في الرحم أو أورام لا قدر الله. احنا بنعرف المينوبوز علميا لما يعدي 12 شهر متواصلين بدون دورة شهرية تماما، وغالبا بيبدأ من سن 45 ل 55 سنة، بأفريج يساوي تقريبا سن ال 51. وده مهم عشان نبقى عارفين ان السيدات ممكن تحمل في الفترة دي، وما ينفعش يقطعوا وسيلة منع الحمل الا لما يعدي ل 12 شهر متصلين بدون دورة. وبرضه مفيش حاجة نقدر نتنبأ بيها الدورة هتقطع امتى بالظبط غير اننا نستنى لما يعدي ل 12 شهر دول. ولازم نعرف ان المينوبوز مش مرض ولا حتى اضطراب، ده جزء من عملية التقدم في السن لما البويضات بتفقد وظيفتها وتطلع المعاش. ومع انه مرحلة حتمية وطبيعية، لكن المعاناة معاه مش حتمية، ونقدر نقللها ونحسن جودة حياتنا عادي جدا. تمام؟ يبقى عرفنا ان مش كل تأخير في الدورة يعني ان المينوبوز حصل خلاص. دلوقتي ناخد فكرة سريعة عن دور الاستروجين والبروجستيرون الطبيعي في جسم المرأة علشان نفهم الأعراض اللي هتنتج عن نقصهم. أولا الاستروجين مسؤول عن 1. الصحة الإنجابية. الاستروجين مع البروجستيرون بيعملوا معا لضبط الدورة الشهرية، ومسؤول عن تطور الصفات الجنسية الثانوية مثل نمو الثديين واتساع الحوض. يساعد على نمو بطانة الرحم استعدادا للحمل. 2. صحة العظام. الاستروجين يعزز امتصاص الكالسيوم ويحافظ على كثافة العظام، وانخفاضه بعد سن المينوبوز بيزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام. 3. القلب والأوعية الدموية. يساعد الاستروجين على الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، بيزود ال HDL ويقلل ال LDL، ويحافظ على تدفق الدم بشكل جيد ويقلل خطر التصلب الشرايين. ودي حاجة بتخلي الريسك بتاع أمراض القلب عند السيدات أقل بكتير من الرجال. طبعا بيبدأ يزيد الريسك ده مع بداية نقصان الاستروجين. 4. تحسين المزاج. بينظم السيروتونين والدوبامين مما يقلل القلق والاكتئاب. له دور في دعم الوظائف المعرفية والذاكرة لأن في مستقبلات للاستروجين في المخ. بالنسبة للجلد والشعر يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة الجلد. كمان بيساعد في تقليل تساقط الشعر المرتبط بانخفاض الهرمونات. ثانيا البروجستيرون. البروجستيرون هو الهرمون المكمل للاستروجين،
الدور الطبيعي لهرمون البروجستيرون في جسم المرأة يشمل الآتي: 1. تنظيم الدورة الشهرية، حيث يرتفع بعد التبويض ليهيئ بطانة الرحم لاستقبال البويضة المخصبة. في الحمل بيحافظ على بطانة الرحم ويمنع انقباضاته المبكرة، مما يساعد على تثبيت الحمل. انخفاضه قد يؤدي إلى صعوبة في الحمل أو إجهاض مبكر. بالنسبة للدماغ والمزاج فهو مهدئ طبيعي ليه تأثير مشابه للجابة، والجابة ده ناقل عصبي مهدئ مما يساعد في تقليل القلق وتحسين النوم. أما في المزاج يساهم في تقليل أعراض الPMS مثل التوتر والتهيج. 3. العظام والقلب، بيعمل البروجستيرون مع الإستروجين للحفاظ على كثافة العظام، ويساعد في تنظيم ضغط الدم ويؤثر على مرونة الأوعية الدموية. بالنسبة للمناعة والجلد بيقلل من الاستجابات الالتهابية مما يساعد الجسم على تقبل الحمل، ويساهم في مرونة الجلد وسحب الشعر. طيب، ايه هي التغيرات الهرمونية اللي بتحصل من أول مرحلة البيريمينوبوز؟ بيحصل الآتي: 1. انخفاض متدرج في الإستروجين. 2. عدم انتظام في البروجستيرون، شوية فوق وشوية تحت. 3. ارتفاع في ال LH وال FSH. اللخبطة دي هي السبب الحقيقي في أغلب الأعراض. هنتكلم الأول عن الأعراض المعروفة أو الشائعة، وهنقسمها لأعراض جسدية وأعراض نفسية. 1. الأعراض الجسدية: الهبات الساخنة أو الهوت فلاشز، ودي مشهورة ومؤرقة جدا. تاني حاجة فقدان كثافة العظام وزيادة خطر الكسور. كمان نوبات ليلية من العرق الغزير، واضطرابات في النوم أو جفاف مهبلي، وبالتالي ممكن يحصل ضعف في الرغبة الجنسية. تاني حاجة الأعراض النفسية: مود سوينجز أو تقلبات، ups and downs مزاجية، anxiety أو قلق، برين فوج أو غمامة دماغية وإحساس بالتشتت، فتيج أو إجهاد عام. في بقى أعراض تانية بتتوه ومش بنبقى عارفين إنها خاصة بالمرحلة دي خالص، تشمل ألم وترهل بالثدي، جفاف في كل حاجة، في الجلد والعين والفم، بالإضافة لجفاف المهبل، وده بسبب نقص الإستروجين. حتى ممكن يحصل إير إتشنج أو تهيج وهرش بالأذن نتيجة للجفاف برضه. كمان بيحصل زيادة ملحوظة في الوزن، خاصة منطقة البيلي فات واللاف هاندل، يعني الدهون بتتجمع في منتصف الجسم، بالرغم من إنك ممكن تكوني ماشية على نظام غذائي ورياضة منتظمة، بس جسمك ما بقاش بيستجيب ليهم زي الأول، وتستغربي ده بيحصل ليه. ممكن ارتفاع في ضغط الدم والكوليسترول، زيادة في ضربات القلب، نوبات فزع أو هلع غير معتادة بانيك أتاك، إمساك، التهابات وعدوى في المهبل نتيجة تأثير نقص الإستروجين على التوازن الميكروبي أو الميكروبيوم، تقصف وتساقط في الشعر نتيجة للجفاف، آلام بالعضلات والمفاصل، دوخة وصداع وتدهور في الذاكرة والتركيز. ممكن كمان يحصل سلس في البول نتيجة لضعف عضلة المثانة، لأن العضلات كلها بتضعف، وهنشوف هنتغلب على الموضوع ده ازاي في الحلقة الجاية إن شاء الله. طبعا الأعراض دي بتختلف من ست لست، ومفيش شكل واحد ثابت للمرحلة دي، ومش لازم تجيلنا كلنا الأعراض دي مرة واحدة. التشخيص غالبا هيعتمد على الكشف الإكلينيكي، لأن مفيش تحليل هيقدر يقيس مستوى الهرمونات بدقة، لأنها بتكون ملخبطة مش ثابتة على مدار الشهر، فلو الدورة غير منتظمة هيبقى التحليل غير دقيق. يبقى التشخيص هيعتمد على السن والأعراض ونمط الدورة. معلومة مهمة: للأسف العمر اللي بتبدأ الأمراض تهجم على المرأة فيه هو العمر اللي بيبدأ فيه خلل الهرمونات ده، لأنها بتلعب دور مهم في الحفاظ على صحة القلب وكثافة العظام والتوازن الميكروبي وحاجات تانية كتير، فلازم نبقى منتبهين لده. في الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي نخفف الأعراض دي أو حتى نأجلها بطرق طبيعية وآمنة عن طريق تغيير لايف ستايل من خلال الحركة والأكل وبعض الأعشاب المدروسة علميا. لو حابة تعرفي أكتر اعملي متابعة وشوفينا في الفيديو الجاي. دمتم بصحة وشباب متجدد.